السلام عليكم احبابي الزينين، ان شاء الله تكونوا بخير، اموركم لاباس هانيين. نورتوا قناتكم حكايات. قبل ما نبداو ما تنسونيش بالجام، خلوا لي تعاليقكم، اشتركوا فعلوا الجرس باش باذن الله يلحقكم كل جديد. نصلوا ونسلموا على حبيبنا رسول الله ونبداو في قصتنا لنهار اليوم. تقول صاحبة الحكايه: معاكم مروه من الوسط الجزائري، راح نحكي لكم حكايتي ونبداها لكم من الصغر باش تفهموني وتحسوا بيا قبل لا تحكموا عليا. نزلت وكبرت في وسط عائله بسيطه. بابا كان موظف في البلديه ويما قاعده في الدار. عندي 3 خياتي، هذه على هذه جابتنا يما على بعض وانا الكبيره فيهم. كنا عايشين لاباس مالغري كانت الشهريه قليله والمدخول ما يكفيش، بصح كنا مستورين. كانت يما تباوب، تعرف كيفاش تسير، تنقص من تزيد من تقتصد في القضيان، تخبي غير باش ما نطيحوش اونبان. وعمرها ولا وصلت بابا كرده ولا دار الدين. كانت حارمه روحها من كلش، ما تعرف لبسه، ما تعرف حفافه، ما تخرج للعراس والمناسبات كي نسى، غير باش ما تصرفش وتنحيها على عمرها وتزيدها فينا. نشفى في العياد كي ما يلحقش بابا يشري لنا حوايج العيد ويكسينا كامل، تقطع حوايجها وتديهم لجارتنا الخياطه، دير لنا بهم رويبات دي جوب، المهم تسلك الحاله وما تخليناش نشوفوا بعينينا. هكذاك وكانت الدعوه حلوه وكنا زاهيين، كنا مهنيين مع بعضنا. كل ليله وكل يوم كانت يما تلمنا في السهره على حويجات ديرها لنا من يديها، مايس فلون محلبي كريم ديسير على حساب الموجود. وبابا كان بزاف حنين علينا. اليامات الولا اللي يخلص فيهم كان يجيب الفاكهه اللي كاينه في السوق، تشينا، مندارين، تمر، عنب، على حساب الموسم. وكي تشيان الشهريه يجيب لنا لو كان حبيبات حلوه ولا طابليطه شيكولا، كانت بريمه هذاك الوقت لا تشفاو، ويقسمها علينا في الليل. المهم حاجه حلوه يفرحنا بها. على ذوك اليامات عمري ما ننساهم وعمرهم ما راح يرجعوا. اسعد ايام حياتي عشتها في صغري مع بابا ويما وخوتي. حتى الحق اليوم المشؤوم اللي سرق منا اعز انسانه في الدنيا وخلى حياتنا تنقلب راسا على عقب. وانا في عمري 13 سنه توفات الوالده، ربي يرحمها وينعمها ويجعل مثواها الجنه. لحد الان مانيش مستوعبه، مانيش مأمنه كيفاش بين يوم وليله وبلا سابق انذار راحت وما ولاتش. في عامها التالي معنا مرضت بزاف، كانت دايما تحس بالتعب، الفشله، سطر في راسها، ما تقدرش تحل عينيها، وتهاونت على روحها وما راحتش للطبيب غير على جال المصروف. وكل مره واش تقول؟ برد، شقيقه، بالك من عينيا نقصت لي الشوفه، يحكمني الوجع في راسي. حتى للنهار اللي خلاص ما قدرش تتحمل ولا توقف وتطيح تتغاشى وتغيب على الوعي. ثم داها بابا للسبيطار، داروا لها سكانير، داروا لها ريرام، بحثوها عن النيرولوج واكتشفوا انه عندها المرض الخبيث عافانا الله واياكم، تيومور في الراس. والحاله كانت بزاف متقدمه والجراحه كانت صعيبه ونسبه نجاحها شبه معدومه، بصح كان لازم ديرها ودارتها. ولكن للاسف توفات على الطابله وفقدناها وحنا صغار بزاف. خلاتني يما ورمات عليا الحمل وانا ما كملتش 13 سنه، وخلات لي 3 خياتي صغر مني ووصاتني عليهم. نهار كانت رايحه توبيري قالت لي: يا مروه بنتي، انت هي الكبيره وانت هي خليفتي، انت هي اللي راح تلمي خياتك وتتهلاي فيهم حتى نرجع. بصح راحت وما رجعتش. بابا هبل عليها يبكي يشهق كطفل الصغير، كانت قاسمه معاه هم الدنيا، نقص عليه الكثير، ما تعرف تشكي ما تعرف تبكي، صابره وقانعه بالمكتوب. اما خياتي ما قدروش خلاص على فراقها. في النهار شويه يلتهاو مع اللعب والذراري، بصح كي يطيح الليل يصرى فيهم العجب وما نصيب ما ندير معاه. ما قري حتى انا كنت صغيره، بصح كان لازم نكون قويه على جالهم وتحملت المسؤوليه وانا عاد دريه. كي توفات يما عزيزتي كنا في العطله تاع الصيف، غير فات العزاء داتنا عمتي عندها وقعدنا حتى للدخول المدرسي، جاب بدنا للدار. كنت كل صباح قبل ما نروحوا نقراو ونوض خاوتي نعطيهم يس قهوه ونخرجوا في رحبه، بابا يروح لخدمته وحنا نروحوا للمدرسه. وكي نرجعوا على 12 يجيب لنا معاه من الزنقه حاجه ناكلوها، بيتزا، كاسكروطات كرانطيطه، فورماج، كاشير، ونعاودوا نولوا. والعشيه كيف في العشاء يا يشري لنا يا يبحثوا لنا عماتي، دي فوا يعطونا الجيران،
انا ذاك الوقت ما كنتش نعرف نطيب وعمري ولا دخلت الكوزينه، بصح قلت لازم نتعلم، هذا دهر. شحال يعياو الناس يحنوا علينا، شحال نعياو نشريو. ديجا شهرين على ذاك الحال بابا دخل في حيط دار كريدي والدين. وليت نسقسي جارتنا ربي يعطيها كل خير، خالتي سعديه، كانت توري لي كيفاش نطيب حتى تعلمت، ومع الوقت وليت نسلكها شويه. المهم ياكلوا خاوتي ما نخليهمش للشر. العشيه نوجد نطيب، والصباح كي نجو من القرايه غير نسخنوا ناكلوا هكذاك. وبابا كان يخاف علينا، ما فرا يخدم، ما فرا يقعد معانا، صرا فيه الباطل. كل مره ينقصوا لهم الشهريه على جال التاخيرات والغيابات. هذاك العام واحد فينا ما نجح، لا انا لا خياتي، كامل ردوبلينا. منين يجي النجاح وحنا في ديك الحاله؟ الدار مرونه، ما كان اللي يقوم بينا، ما كان اللي يحن علينا، ما كان اللي يطيب لنا القيمه سخونه كي نجوعوا، ما كان اللي يغسل حوايجنا ويدفينا كي نبردوا، ما كان اللي يزقي علينا وينصحنا كي نغلطوا، ما كان اللي يفرح لنا ويفتخر بينا كي ننجحوا. يا ميمتي وشحال توحشناك. جاو عماتي البابا وقالوا له هذه ماي حاله راكم فيها، لازم تتزوج. الدراري اللي قلهم مرا ترفدهم، اللي قلهم مرا معاهم في الدار. في الاول بابا ما حبش، قال شكون هذه المرا اللي تقبل ترفد 4 دراري ويحملكم الوالدين. قالت له عمتي نحوسو نلقاو كاين بنات الفاميليا. بالمناسبه بابا كان عاد صغير وشباب، ما كملش 40 سنه. يا ماتو خطبت له عمتي وحده جارتها اسمها راضيه، مطلقه. قالوا طلقت على جال الدراري اللي ما تجيبش، في عمرها 35 سنه، في الزين مليحه، بصح كان عندها اون بيل تاي ومتهليه في روحها، لبسه حاطه لا كلاس وتخدم حفافه. كان على بالها بالسيتياسيون، على بالها بظروفنا، وقبلت. قالت نديرهم في عينيا، راهم يتامى ونربح فيهم الاجر. بداو التحضيرات، بداو يوجدوا. عمتي نقاو الدار، فرشوا، خملوا. بابا بدل الشومبرا، جاب وحده جديده وداروا عشاء الحلال وجابوها. انا في الاول ما تقبلتش الامر، جاتني صعيبه نشوف مرا في بلاصتي ما تدور في دارها وترقد في بلاصتها. بعدا كي نشوف بابا يهضر معاها ولا يضحك معاها، لو كان نصيب نقتلها. بصح مع الوقت والفت، شفتو كي كانت حنينه مع خاوتي متهليه فيهم، والحق تاع رب العالمين. كانت تطيب، تخدم من الشغل، تنقي باش تروح لخدمتها. كاريه محل ودايره فيه البنات، يعني تقدر ديبلاسي وتروح وتجي الوقت اللي تحب. كانت كي ترجع دايما تجيب لنا معها الفاكهه، سقايط وتعطينا، بصح انا دايما نصدها ولو كان نصيب ما نبسمهاش. لا علينا، على الاقل ولات دارنا دار ورجعت كيما كانت في حياه يما. فاتوا الايام والشهور، عام مرضت راضيه ومفرشها ما ناضتش، حاشاكم غير تتقيه. داها بابا للطبيب بريفي. يا يما هي اللي كنتي تمرضي وتنوضي وتداوي روحك غير بالتوازن ودواء العرب. راضيه هزت بالحمل 5 سنين مع راجلها الاول، طلقها على جال الدراري اللي ما تجيبش. جات عندنا ورفدت الكرش. بابا هبل والفرحه، تحسب عمره ما جاب الدراري من قبل، ولا من الدار ما يخرجش، من خدمته لشنبرته، وهي غير تتفشش وتزيد. ملي تنوض الصباح وهي راسي قلبي كرشي ظهري، حبيت هذه جيب لي هذه، ولات ما تخدمش الشغل كيما كانت، ما تتهلاش في خاوتي. قلنا بالك الوحم، زيدت وجابت الحسن والحسين، وهذاك ما واتانا وهذاك ما كان خاصنا. معاملتها تبدلت نهائيا، ولات ما تخدمش خلاص وقسمت علينا الشغل. لو كان غير قاعده تحنينا مع خياتي ما يغير حال. كانت تظل تعاير وتسب وتشاضع وتواضع، ولو كانت تصيب تحاوزنا. كنت كي نشكي لبابا يقول لي انت من الاول ما تحبيهاش وراكي غير تتسبي، ويعاديني ويشنف عليا وما يهدرش معايا. هيا وليت نبلع ونسرط ونخدم ونسكت. انا عاودت العام للمره الثانيه وقررت نبطل ونقعد في الدار ونتهلا في خاوتي، على الاقل نلمهم ونحن عليهم باش يقراو وينجحوا ويفرجوا على عمرهم. وليت انا باباهم وانا يماهم، وخلفت بلاصه يما وكبرت قبل وقتي، رفدت الهم والهانه. ملي نوض الصباح وانا مع الشغل للشقه، هذا غسيل، هذا تسياق، هذا طياب، طلقت عليا كلش. حوايج ولادها يا عجبه وانا نغسلهم، ماكلتهم وانا نطيبها. بابا خلاص يشوف العوج والحقره بعينيه وما يهدرش، نعمه تبان له غير راضيه قدامه. كان كيضيق خاطري ونحب نروح عند وحده من عماتي نبات ونبدل الجو، ما تحبش وتحرش بابا وما يخلينيش نروح. يقول لي وخاوتك شكون بيهم؟ نقول له راهم مع راضيه يومين برك ونجي. يقول لي وراضيه تقطع روحها، راهي مع خاوتك الصغار، ما راكيش تشوفي فيها مباسيه.
نورمالمون انتي تعاونيها. ما فهمتش واش كان حابني نزيد فوق الشيء اللي كنت نديرو. ها وانا خيتكم خلوني نشكي وخلوني نبكي وخلوني نبرد خاطري خلوني. هاو كي داروا خاوتي الصغار عام ولات تروح لخدمتها وتخليهم لي. جبناها تخدمنا عشينا نخدمو فيها الدنيا الدواره. الايام تفوت شهور العوام وحنا باقي الحال على حاله. خياتي مع قرايتهم، بابا جه الرتورداج، مرت بابا عايشه لافي، وانا مع الشغل والتمارين. واحد النهار رحت للحمام انا وخياتي وتلاقيت بالخياطه اللي كانت تخيط عندها يما كي كنا صغار. كانت تسكن غير في الباطمه اللي مورانا. كي شافتني ولات تبوس وتعنق وقالت لي ايه يا بنتي فيك ريحه المرحومه. كانت مرا بنت اصل. واش راكي؟ لاباس الحمد لله. وبدات تسقسي فيا على حالنا محتالنا واش انا نديرو في الدنيا. خياتي انا من قوه اللي قلبي معمر ما خليت حاجه في قلبي، بديتها لها من كان يا مكان حتى هذاك اللي كان. وتفكرت يما وتخلطوا عليا المشاعر وبكيت وبكات معايا حتى عيات. وقالت لي وعلاش ما تجيش ليا تتعلمي عندي الخياطه تعاونيني تفتي الصنعه، خير ما كي غير قاعده. خياتك الحمد لله كبروا ما عندك علاه تخافي عليهم. وزيد راح تجيني من الوحده للستة تاع العشيه تكوني ديجا قضيتي صوالحك وختمتي شغلك في الدار. قلت لها والله غير ماذا بيا يا خالتي حتى انا كرهت من هذه الحاله اللي راني فيها، حابه نتعلم كاش حرفه كيلا لياتي. نشاور بابا ونرد لك الخبر. وكيما كان الحال كملنا حممنا خرجنا رجعنا للدار. كي جا بابا خبرته وما لقاش علاش يرفض. كيما جاني جيتو الخياطه قريبه غير مور الدار، نروح ليها مور الفطور نكون كملت شغلي نتعلم حرفه على الاقل نولي ندخل مصيرفه. سكت وقال لي الله يسهل. مرت بابا ذاك النهار لو كان صابت الرصاص تيري عليا من عينيها. راحت لها لا نوغيس اللي تشد لها ولادها باطل. بديت نتعلم الخياطه وليت نروح عندها كل يوم مور الفطور. وهذاك وين وليت نحس روحي انسانه وعايشه وعندي كيان كيما الناس. نتلاقى عباد نهضر مع ناس نقصر نتعلم نتعرف. كانوا عندها 3 ولا 4 بنات يتعلموا معنا. والحق تاع رب العالمين خالتي غنيه الخياطه كانت مليحه معنا بزاف. سورتو انا كنت نغيظها وكانت من سمانه لسمانه تعطيني مصيرفه. حتى انا كان راسي خفيف ونتعلم ونرفد ليه. كنا نخدموا لي كوموند بال100 وال200 حبه، جبب حجابات طابليات في الموسم تاع القرايه. وكل ما كانت الكوموند كبر كل ما طاتني كثر. وليت نشري حوايج ليا لخياتي نروح للحفافه نتهلا في روحي. ما فقتش حتى لقيت روحي في 18. ما عشت طفولتي ما فرحت بشبابي. قعدت نروح عند خالتي غنيه الخياطه كل يوم وكل مره تعلمني حاجه. وفي عام وليت بروفيسيونيل في الخياطه. ودبرت عليا قالت لي شري ماشينه يا لو كان اوكازيون ونجيب لك لي كوموند وخدمي واسترزقي على روحك فرجي على عمرك وعلى خياتك. فرحت طرت من الفرحه. وليت نحلم ونزيد ونقول لخياتي ان شاء الله غير نبدا نشري لكم ندير لكم نعمل لكم ما نخلي حاجه في قلبكم. وسبحان الله من الوقت اللي خبرت بابا ووصيته باش يشوف لي وحده وهي مرت بابا جابت لي الخطابه. وشكون العريس؟ وليت خالها ولات خير مسكينه. قالت في راسها ياه حبيتي تخدمي وديري دراهم وتبيعي وتشري بتكلبي وتطلعي لي فوق راسي والله ما تكون لك. انا كنت عارفه نيتها وين كانت رايحه. حبت تتهنى مني وتقعطني من الدار. على هذه ما قبلتش وقلت لبابا مانيش نخمم في الزواج، راني حابه نخدم ونبدا المشروع بالك ربي يرزقني ويعوضني اللي فات. بصح بابا كان في غيبوبه منوم التنويم المغناطيسي وكيما تقول له لا لا يدير. عمرت له راسو كيما يحب الخاطر وزينت له الحاله وشبحتها له مليح مليح. تشكر وتعاود في دار خالها ومرت خالها ووليد خالها. هيا بابا قال لي تزوجي وروحي لدارك وخدمي عند راجلك. حقا قال لي حاب نتهنى عليك يا بنتي ونشوفك عروسه خلاتك يماك امانه. وراهم ناس فاميليا وطفل خدام كان جوندام ويسكنوا في فيلا ولاباس بيهم. وراهم ناس متفتحين يخرجوا يحوسوا يلبسوا. كلالي راسي حتى قبلت. ها بالنية جاو خطبوني ودرنا الرؤية الشرعية. شافني شفته عجبته. على كل حال أنا كنت شابة نتشبه البابا في الزين. حتى هو الله يبارك ما عندي ما نقول فيه. وداروا هذه في هذه ودفعوا 12 مليون وداروا لي الفيونساي وجابوا كل خير.
البارور، الخاتم، دوزان الحمام، القفطان، الديزابيي، الماكياج، الكوسميتيك. انا قلت خلاص هربت للزمان. جهزوا لي عماتي شويه شويه، راكم تعرفوا حاله اللي ما عندها يمات. ودرت حنه برك عند عمتي في دارها، كاين اللي تسع وهما داروا عليا عرس في الصاله، وجازي هبل. وفي 6 شهور كنت عندهم. السمانه الاولى جازت لاباس، كنت غير انا وراجلي في الدار. اما عجوزتي والواساتي العزبات راحوا للبحر. على كل حال هو انسان مليح، ما نسمعش العيب من فمه، بصح غير ساكت. لو كان ما نسقسيهش ما يهدرش. قلت بالك هذيك هي طبيعته. اما الدار كانت الله يبارك كبيره متيسعه، بيتي تهبل. الصالون فيه قش اخر طراز. الكوزينه ما شاء الله كنت نشوفها غير في سميرة تيفي. والجنينه ترد الروح. رجعوا مالين الدار ومحمد راجلي راح لخدمته، كان يخدم بعيد في الحدود تاع الجزائر. وهنا بدات معاناه من نوع اخر. كامل اللي عشتوا في دارنا كوم، واللي عشتوا معاهم كوم اخر. محمد كان يجي مره في 3 شهور، مره في الشهرين، ويا ربي يقعد سمانه ويروح. الراجل تحسب مفورسينو عليا، حتى التليفون وما يعيطش، واذا عيط 2 كلمات ويكوبي. واش راكي لاباس؟ تبقاي على خير بنت الناس. اما عجوزتي والواساتي العزبات حكايتهم حكايه. ما يقعدوش في الدار، كل يوم هاملين من قهوه الصباح ويشدوا طريق، ما نشوفهمش حتى لليل. يماهم تشرق وهما يغربوا. البنات كانوا يخدموا، وحده عندها محل تبيع حوايج نساء غير اللوكس، والاخرى عندها اوتو ايكول. ويديروا سبور في لاصال دو سبور، دايرين ابولمون عند الحفافه، اظفارتين ما يتنحاوش من صبوعتين، ما يهزوش فنجال منا للهيك. اما عجوزتي كانت تظل في البيوت، ها خياتها ها صحابات ها الحبابات. الشيخ كلات له راسو ما كاش اللي يحكمها. وحتى لو ستين متزوجه تجيب لي وليدها وتروح تخدم، تقري من الصباح للعشيه. جني هبط المعلق. متكبرين، تحسب شادين عليا السما ومانيش من مقامهم، ويهضروا غير بالفرنسي وانا في وسطهم كي البهيمه ما فاهمه والو. ملي نحل عينيا وانا مع الشغل، الدار كبيره والبيوت بزاف، ما نفرى نطيب نسيق نغسل نحدد، ما نطرى مع ذاك الطفل يجبد العينين. في الليل نطيح كلوحه فمي محلول من التعب. الدار متوله وفيها من كل خير وما ينقصها خير، بصح ما لقيت فيها راحتي، ما لقيت فيها سعادتي، ولا الراجل اللي يفهمني. وثرنتيك جابوني خديمه بالحرابك واغطها وفي الحلال وباطل، ولا نقدروا نقولوا سبقوا لي الخلاص. والشي اللي داروه لي من قبل كان دفعه مسبقه. يقول لك نجيبوها جاهله ويتيمه تاكل اللقمه وراهي عايشه. لما نشكي الراجلي حتى نشوفو نتلاقاه وسهل الحال. البابا قال لي من دارك ما تتزعزعيش، ما عنديش بنات يطلقوا. وزاد قال لي ما كيش وجه النعمه، عايشه عيشه الملوك وماشي حامده ربي. عامين وانا صابره، شبحت ذل، حتى حوايجهم الداخليه وكنت نغسلها لهم. واش كان راح يصرى لو كان جاوني بالحنانه، لو كان جاوني بالملاحه؟ على الاقل نخدم وانا فرحانه. بصح هما عفسوني، هانوا كرامتي وحطموني. كرهت، لحقت للترمينيس وقلت لازم ندير حل على روحي. نهار من نهارات تغمضوا عينيا ورفدت كامل صياغتهم والدراهم اللي لقيت في الدار، ورفدت كواطي وهجيت. رحت الولايه بعيده ما نعرفهاش خلاص، وصدقوني ما خفت ما ندمت، مربى معايا الحال. وعطاني ربي واحد الكوراج، كريت دار الحمد لله. المبلغ اللي ديت كان مليح، ما كانش كبير بزاف، بصح قدرت بيه نكري عام وما نحتاج لحتى انسان وما نحتاج لوالو. بالعقل بديت نخرج، بديت نتعرف على عباد، وقف لي ربي ناس الخير، وبديت الخدمه في اتوليه تاع خياطه. وثم زادوا تحلوا عيني اكثر، وليت نعرف الدخلات الخرجات في ديك المدينه، وبديت نروح للمارشيات، وبديت نجيب لي كوموند. شريت ماشينه صغيره وبديت نخدم الشوار، الريدوات، جبب، حجابات. الله يرحم على خالتي غنيه اللي علمتني الصنعه، خيرها ما ننساهش اليوم الدين. ومن ماشينه وليت في 2 و3 ومصنع، وبناتي خدموا عندي، وماركه باسمي. وفرج رب العالمين من بابه الواسع. قال لك ربي اذا اعطى ادهش. وصدقوني الذهب اللي ديته مازال الان معايا ما مسيتوش. راجلي طلقني غيابيا، وبابا قال وجهي من وجهها حرام وما نشوفهاش مادامني حي. جابت لي العار. على بالي راح تقولي شكون هو يجيب لك الاخبار. كنت نعيط لعمتي نسقسي على بابا وخياتي.
في الاول ما حبش تسمعني خلاص، بصح مع الوقت تفهمتني وحسنت تعاوني. خياتي بعد مده ولاو يجوني ونروح ليهم، بطلوا قرايتهم وتزوجوا راهم في ديورهم، اما بابا لحد الان ما حبش يسمح لي. ومالغري لاباس بيا وبدراهمي ولاهيه ولاتيه في خدمتي، بصح حاسه بفراغ كبير داخلي. ميمتي راحت وخلاتني، مانيش حابه نزيد نفقد بابا، متوحشاتو بزاف. يا ريت يسمح لي، يا ريت يسمعني، يا ريت يتفهمني، ويا ريت حتى نتوما ما تحكموش على الشيء اللي درت. ونوصيكم عزوا رواحكم، قيموا نفوسكم، وتهلاو في صحتكم. كانت هذه قصة مروى الأليمة من واقعنا المرير. نتلاقاكم بإذن الله في قصص أخرى. في الأمان.